ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. فيديو النهارده بقى هو محل سمك اسمه ابو قير، وابو قير فاتح بقاله فترة من حوالي شهر او شهرين كده في الكوربة، فهنشوف بقى النهارده هيقدم لنا ايه محل سمك ابو قير، ويلا بقى نشوف الفيديو معانا النهارده. قول يا دوحة. هنبدأ بقى من النهارده من مطعم اسماك ابو قير. هنشوف بقى النهارده جايبين معانا ايه. طبعا هنبدأ بالسندوتشات، عندهم كذا حاجه، جايبين جمبري نازل عروض زي ما انتم شايفين قدامكم كده. بصراحه العروض دي اسعارها حلوه قوي، فهنبدأ بقى نشوف كده. اول حاجه الجمبري الكريسبي، وده سعره 58 جنيه، وزي ما انتم شايفين شكله كده. بصراحه يعني شايف ان حجمه حلو، والجمبريه نفسها حجمها حلو كده، وبالنسبه للسعر برضو سعرها حلو. نبدا بقى باول حاجه معانا وهو السندوتش الكريسبي. شكل التتبيله بتاعته الصراحه حلوه، فهنشوف بقى الطعم معانا. طبعا زي ما انتم شايفين الجمبريه بصراحه يعني الجامبو اللي هي حجمها حلو يعني، ونشوف بقى الطعم معانا. بسم الله. لا بصراحة التتبيلة نفسها حلوة، والكريسبي التتبيلة بتاعت الكريسبي دي حلوة. شكلها كده زي ما انتم شايفين من جوه يعني بصراحة حلوة مش وحشة. الجمبرية كمان كبيرة، وسعر السندوتش مش غالي. السندوتش برضو يعني هو حلو كل حاجة، بس ناقصه حاجة يعني اللي هو برضو السادة. يعني عارف لو يعني يحط مثلا مايونيز او يحط اي حاجة، طحينة مثلا. هو بيديك كده كده معاه طحينة مع الوجبات، بس انا قصدي السندوتش كان هيبقى احلى لو حط اي حاجه، مثلا مايونيز، طحينه، معاه مثلا خيار مخلل، اي حاجه تبقى ايه تدي جوسي كده للسندوتش. نشوف بقى تاني حاجه معانا ويلا بينا. تاني حاجه بقى معانا هو السندوتش الجمبري. السندوتش الجمبري ده الوسط اللي هو المقلي العادي مش الكريسبي، ده سعره 40 جنيه، ومختلف طبعا عن التاني. طبعا في الاصغر منه ب30، وفي احجام تانية اكبر من كده، في الجامبو وفي الحجم الكبير. نشوف بقى ايه الطعم معانا. طعم الجمبري المقلي. بسم الله. لا بصراحة الطعم بتاعه يعني الكريسبي كان احسن، والتتبيله حاسس ان هي يعني عادي زي اي مطعم عادي بيقدموا مثلا الجمبري المقلي العادي. بس يعني انا شايف برضو الكريسبي كان طعمه احسن، بس برضو النقص في السندوتش حاجه، ان السندوتش بيجي لك ساده ما فيهوش اي حاجه زي ما انتم شايفين. عايزين مثلا تبقى يعني اي حاجه اضافه للسندوتش، ما يبقاش ساده كده. بس بصراحه يعني الطعم حلو برضو بالنسبه كمان للسعر. فهنشوف بقى تالت حاجه، والوجبات برضو معانا، بس برضو بيقدم لك كذا وجبه، فهنشوف برضو سعر الوجبات. الوجبات بصراحه سعرها مش غالي قوي. نشوف بقى تالت حاجه معانا، يلا بينا. هنشوف بقى تالت حاجه معانا وهو مكرونه السي فود. المكرونه السي فود دي في منها حجمين، وفي منها الوايت صوص والصوص الاحمر. دي سعرها 80 جنيه، هي كانت ب70 الاول بقت ب80، وبصراحه الحجم بتاعها مش وحش. نشوف بس ايه في حجم اكبر من ده، ونشوف بقى كده ايه. والباكج حلو بصراحه، بيجي لها في كرتون كده. الكرتونه دي يعني شكلها حلو بصراحه، وشكلها زي ما انتم شايفين كده المكرونه السي فود، وفعلا يعني الطاجن شكله حلو كده. والسعر بصراحه مش اللي هو غالي بالنسبه برضو للسي فود. طبعا السي فود الايام دي غالي. فهنشوف بقى الوجبه اللي جايه معاها برضو طحينه ومخلل، فهنشوف بقى كده ايه طعم معانا. بصراحه مليها كده سي فود وجمبري وصبيط، فهنشوف بقى كده الطعم معانا. بسم الله. لا بصراحه طعمه حلو، وكمان يعني حاطط لك الحشو كتير، حاطط لك جمبري وسي فود كتير، يعني كابوريا وصبيط، وكمان الصوص الوايت بتاعهم حلو، وكمان حاطط لك فلفل الوان. فبصراحه يعني الطعم بتاعه مش وحش، طعمه حلو. وكمان الطاجن بتاعهم تحس ان هو صغير. شوف الطاجن تلاقيه بصراحه مليان، بس انا حاسس انه دلع شويه، بس بصراحه يعني حلو مش وحش. غرقان جبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفين كده بتشد، والطاجن جاي لك سخن. يعني بصراحه جامد جامد قوي. هو المحل اصلا يعني المحل كله بيقدم وجبات حلوه، وعلى طول ما شاء الله زحمه، يعني رغم ان هو لسه فاتح.
وده مكان اصلا المحل ده مكان عم حسني. طبعا مطعم عم حسني اكيد الناس اللي في مصر الجديده عارفينه من زمان. ده في الكوربه ومالوش غير فرع واحد بس بتاع السمك ده اسمه ابو قير. نشوف بقى ايه. بصراحه كمان الفلفل الالوان مديها طعم. طاجن 10/10 حلو قوي بصراحه. هنشوف بقى اخر حاجه معانا ويلا بينا. هنشوف بقى اخر حاجه معانا وهي وجبه المشاوي دي وسعرها 110 جنيه. وبصراحه يعني زي ما انتم شايفين الشكل كده يعني شكلها حلو بصراحه وان هي كمان مليانه بالنسبه للسعر ده. فهنشوف بقى ايه. نبدا بقى نشوف كده معانا عباره عن ايه وجبه المشاوي دي. اول حاجه طبعا بيجيبك صوابع الكابوريا كده زي ما انتم شايفين والجمبري والسبيط وتقريبا ده فيليه والفيليه. وجبه بصراحه حلو وكمان السعر بتاعها حلو بالنسبه برضو للحجم بتاعها وبالنسبه برضو للمكونات اللي فيها كلها. هنشوف بقى ايه الطعم معانا. بيجيب لك الجمبري اللي هو المشوي مش جمبري مقلي ولا حاجه. الجمبري اللي هو بيبقى فيه خضار كده سواء فلفل ملون او كده. شوف بقى الطعم معانا وبسم الله. لا بصراحه الجمبري يعني طعمه حلو وكمان الرز ده يعني التتبيله بتاعته حلوه. هنشوف برضو السبيط كده بسم الله. لا السبيط بتاعهم برضو طعمه حلو. هو برضو حاسس يعني دلع سيكه برضو بس الجمبري هو اللي المظبوط في الملح بتاعه والتتبيله بتاعته. هنشوف بقى ايه الكابوريا بتاعتهم كده. طبعا يعني جايب لك 4 حتت كابوريا في الوجبه والحجم بتاعتها بصراحه مش صغيره. الحجم بتاعتها حلوه. نشوف بقى طعمها كده بسم الله. لا حلوه بصراحه يعني الطعم بتاعها فريش مش طعم اللي هو المجمد ده. فالتتبيله كمان بتاعتها حلوه وبالنسبه للسعر فالوجبه دي خرافه بصراحه. كمان هتشبعك قوي بالنسبه لسعرها كمان ان هي حلوه. هندوق برضو الفيليه كده. بيحط لك حتتين فيليه. شوف برضو طعم الفيليه كده معانا. والفيليه زي ما انتم شايفين الشكل بتاعه كده الحتتين يعني حته كبيره شويه وحته صغيره بسم الله. لا السمك بتاعهم حلو والله. عشان كده السبب الزحمه بتاعتهم يعني انا بصور وسط زحمه وكمان احنا لسه في العصر وكمان احنا يعني بالليل بيبقى زحمه اكتر من كده بكتير. بصراحه كمطعم حلو جدا وبيقدم وجبات حلوه وكمان ما عندهمش غير فرع واحد اللي هو في الكوربه اللي فتح مكان عم حسني بتاع البرجر بس. وده كان فيديو النهارده. بصراحه تجربه مش وحشه اجربها تاني بس. وده كان نهايه الفيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحه. وسندوتش الكريسبي زي ما انتم شايفين كده بصراحه شكل التتبيله